تقولش لحد ان انا قلت لك على التوليفه دي، عشان دي واحده من احلى التوليفات اللي انت ممكن تشربها في حياتك. طبعا بقى دلوقتي انت عايز تعرف ايه التوليفه، خد 75 جرام من البن الهندي الارابيكا اللي هيديك طعم الشوكولاته، 75 جرام من البن البرازيلي اللي هيخليك القهوه كريمي جدا. فكرني نسيت ريحه القهوه، دي حاجه من العوامل الاساسيه في اي فنجان قهوه. خدنا 50 جرام من ملك الريحه هو البن الحبشي. بقى انت عمال تقول لي التوليفه ناقصها وش وقوام، 25 جرام من البن الاندونيسي هيظبط لك الوش، 25 جرام من البن الهندي الروبستا هيظبط لك القوام. كده احنا عملنا ربع كيلو، تعالوا نروح نحوجها. وعلشان الربع ده محوج فهنحط له 10 جرام من الحبهان، شويه ورد وشويه قرنفل خفاف، حاجه كل الناس محتاجينها في الفتره ديت وهي الجينسنج. فهنحط كده ايه حوالي 4 تقوات خفاف كده من الجينسنج يدوك طاقه وبار. وهختار 2 من جوز الطيب، بصراحه بحب طعمها في القهوه بس هكسرهم الاول. وهننزل بيها في قلب الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا جاهزه، بص كده. بس اوعى تقول لحد ان انا اللي قلت لك عليها. 27 النزهه بن فوده بفضل الله رقم 1.